طبعا شنو الموضوع اللي صار بين شهد وفهد واللي انتشرت بالفترة الأخيرة وأخذ صدى كبير بين التواصل الاجتماعي، وما شاء الله تروج هذا الخبر وكثير من الأخبار انتشرت غير واضحة حقيقة. بس بهذا الفيديو راح نأكد أي خبر اللي انتشر حقيقي اللي هو على موضوع شهد شلون انفصلوا. طبعا مثل ما تعرفون انه شهد طلبت من فهد خلاص انه تنتهي العلاقة بيناتهم، فمن ذلك الوقت تقريبا أشهر عطوا علاقتهم فرصة كبيرة يعني. ومثل ما تعرفون غرفة زجاجية اللي انجمعوا سوا واللي ظهروا بالفيديوهات، وأكثر الناس انه تهموهم بالطشة، انه على أساس يدورون حجج وطشة وبعد ورا فترة يرجعون سوا. لكن شهد وفهد ما بالهم انه الطشة والترند وكذا امور. هو حقيقية صارت خلافات بيناتهم، حسب ما ذكر انه فهد انه السبب من عنده، ما اعرف انه مسوي خطأ، حسب قول انه الخطأ صغير، لكن شهد ما تقبلت هذا الخطأ، شافته كبير انه هذا الخطأ عليها ورفضته رفضا تام. لكن بعد المناقشات بيناتهم اعطوا فرصة اشهر، ومن ذلك اليوم لهذا اليوم قرروا بشكل رسمي شهد تخلع او تسوي خلع. يعني شنو هذا الخلع؟ انه تتنازل عن كافة الحقوق الزوجة، مثل ما تعرفون حاضر وغايب وكذا امور، واذا كاتب شيء مثلا بيت او سيارة باسمها كلها تتنازل عليها، فقط تاخذ حضانة الاطفال وتقول له باي باي. فصار هذا كل الموضوع. خلينا نشاهد انا وياكم هاي الفيديوهات لتأكد صحة كلامي. تابعوا انا وياكم. موضوع انه حقيقي، لان احنا حتى اذا كنا نمثل، حتى لو كنا نمثل احنا في الاطفال ما يمثلون. انت شفت بالعيد ميلاد استقبال الاطفال؟ طبعا مثل ما شفتوا كثير من الناس كتبوا تعليقات، منها انتقاد ومنها يفكرون شي يعلق شي يعلق، اكو بيهم هيك شي يفكرون، اكو بيهم هيك، اكو بيهم هيك. حقيقة ما نعرف، كل من يكتب كما يشاء وكما يرغب، وما شاء الله الكيبورد يمه ويكتب له 3 كلمات 4 حقيقية مو حقيقية ما له دخل، المهم نشر التعليق وخلاص، انه ريح باله يريحه بهذا التعليق، ما يعرف انه هل هذا التعليق هل يأثر عليهم على حياتهم، ما له دخل. حقيقة هذا اكثر موضوع انه يزعج او هو مزعج حقيقة. فهي هاي بعد شو نقول، خطية الأطفال عطوا فرصة أكثر من شهر، لكن الفرصة تمت في الفشل. أكيد هم ما راح يقصرون بيناتهم، بس ممكن أمل بالفترات القادمة ممكن يصير رجوع بيناتهم، ليش لا. كل التوفيق.